ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. مسلم جيت لكم في الله بحبكم. طبعا جبت لكم روتين يشجعكم جامد جدا. مالكمش دعوه بانوش. انوش بتلف في الشقه وتعاندني وتقول انا اللي عملت الشقه يا تيتا. قلت لها ماشي خلاص مفيش مشكله. هنا الشقه عندي كانت مليانه تراب تراب بجد، وانا نفسيا قايمه مش قادره اعمل اي حاجه. بس قررت يعني قمت قلت لازم اغسل واغير الفرش واعمل اللي عليا، عشان ايه؟ لو انا رقدت هتعب جدا. فقلت لا، لازم اقاوم يعني التعب. كملوا الفيديو الاخر عشان تشوفوا الشقه كانت ازاي وبقت ازاي. قولهم له ايه؟ دوسوا لايك واشتراك ودوسوا، وعايزاكم تجيبوا الفيديو ده مليون ألف. مليون ألف ايه؟ حتى لو جاب 100 أنا راضية. يلا يا ولاد. أي حاجة. عايزين نبتدي يومنا بقى وروتيننا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. طبعا شفتوا الدنيا مقلوبه ازاي رأسا على عقب. كنت طبعا فرشه الفرش الكشمير وفرشه ده، الدنيا متبهدله. فانا قاعده حاطه ايدي على خدي واقول ابتدي منين الحكايه، مش عارفه. والمكتبه عايزه تنزل كلها تراب بجد بجد. انا مش عارفه كنت قاعده ازاي وحاسه ان الشقه نظيفه، مليانه تراب جدا. وانتوا دلوقتي هتكملوا معايا الفيديو. الستاير طبعا الدنيا مش حلوه، وانا طبعا كنت بمر بظروف مش حلوه. فكنت قلت لو انا فضلت على كده وحطيت ايدي على خدي كنت هتعب اكتر. فقلت اقاوم التعب واقاوم اللي انا فيه واقوم اغير شويه يعني يمكن. يلا صلوا على الحبيب المصطفى. واهم حاجه ما تنسوش الاشتراك والمتابعه حبايب قلبي. قناتي مش تكبر الا بيكم. هنا حبايب قلبي كده بخلع فرش الانتريه. انا طبعا من ساعه ما جبت غيرت للانتريه ما اعرفش اشوفه من غير الكسوه، والشباك مليان تراب والدنيا مليان تراب. طبعا نفسي اسيبه زي ما هو كده، مش عارفه خلاص اتعودت ان انا البسه كسوه. فيا ريت اللي عندها انتريه ما تحاولش تلبسه كسوه تغطيها، تعودي عليه وبعد كده هتملي لو خلعتيه. هنا نفض زي ما انتم شايفين كده شبابيك ولمع كله، لان انا عندي الشبابيك ما بتتقفلش خالص. فتلاقي الدنيا عندي ما شاء الله مليانه تراب وستاير يعني الحمد لله. فطبعا انا عندي غساله اوتوماتيك. لو انا الفرش كله خلعته بتاع الشقه هخليه اغسل حطه كل ساعتين. حطت غساله اوتوماتيك، الغسيل هيملى الدنيا عندي واكني ما عملتش حاجه. بس التراب صعب قوي. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى. هفضل انفض بقى كله كده عشان الم طبعا الحافظه اللي في الارض. هنا برضو شفت المكتبه مليانه تراب، نزلت التحف كلها كده المعها واظبطها وافرش المفارش. بصراحه هي الاوضه زحمه جدا بالنسبه لي، المكتبه مع اللعب مع الحاجات دي بتهد الحيل. لما بكون بعملها عشان انا كده هصور لكم الاوضه بس، يعني عملت الشقه كلها بس بصراحه مش قادره. هنا ده المج بتاع فرح بورتاج ومورتاج اسلام ابني. كانوا زمان يختي الاستوديو بيعمل لهم ايه؟ مج عليه صورتهم. فانا محتفظه بيه عندي انا بقى. هم عندهم الالبوم وانا عندي المج. هنا افضل المع المكتبه وانفض اللي فيها والتراب والدنيا وهظبطها بقى وارص بقى من جديد خالص. لان انا كنت بتكل على مرات ابني او بنتي يرصوا المكتبه، يحطوا لي حته في الشرق وحته في الغرب. اجي ابص على المكتبه ازهق اقول لهم والله ما انا عاملاها خلوها خلاص. هنا زي ما انتم شايفين اهوت ما شاء الله خلصت. هلمع بقى الترابيزات الصغننه ديت وابتدي ايه. اهم حاجه قبل ما تطلعيها على الفرش تلمعي حاجتك عشان التراب يا اختي. التراب مدهول الدنيا، مش عارفه اعمل ايه يا ولاد. والحاج صاحب البيت ما بيقفلش الشباك خالص، ابو سلام عايز الشباك مفتوح 24 ساعه. هنا والم المشايات بقى والم الحافظات. طبعا ايه يعني مش عارفه اقول لكم ايه. انا عامله بلف في الاوضه كبيره جدا زي ما انتم شايفين، بلف فيها زي ما اكون في ساقيه. المكتبه زي الفل زي الفل. طبعا انا حاطه وراها ستاره تعزل بين السرير بتاع ابو سلام وبين الانتريه. غيرتها برده زي ما انتم شايفين اهيت زي الفل. هنا قلت ابو سلام اهيت ابتديت اعمل السرير، لسه ما عملتش الارضيه، ما عملتش القعده العربي. فابتدي حاجه طبعا لم كله. دخلت كده على الغساله العاديه عشان زي ما قلت لكم الاوتوماتيك مش هتقاومني ولا وهتتعب مني، هتبهدل يعني ممكن تعطل مني لان هي بعافيه شويه. طلعت الغساله ديت وتهدي حيلي ولميت فرش الارض بتاع المطبخ. بصوا الدنيا عندي يا خراشي. وكان عندي كرنب عايزه اسلقه، كان موال كبير يعني. هنا شغلت الغساله قلت انزل بقى فرش الانتريه، انزل الترابه منه زي ما انتم شايفين واغير له الميه من جديد ببرسيل جل ورابسه. بس المهم انزل التراب لان التراب بصراحه كان عديم للدنيا.
فمش هينفع ان انا اغسله بالمره، يعني انزل تراب واغير الميه تاني. هنا اللهم بارك، بصوا كده عسل يا ام مسلم، تسلم ايديا وحياة عيني. خلصت الاوضه طبعا، عماله ارش بقى معطر. بصوا انتوا قولوا رايكم. اهم حاجه لايك وشير، دعوه جميله من خير لمسلم. واللي ما تابعنيش تابعني بقى عشان يفرحني ويقول لي ايه رايه في اوضه ابو اسلام بعد ما خلصتها. ايه رايكم؟ بصراحه اقسم بالله انا عملت الشقه كلها وعماله ارش معطر اهوت، ما قصرتش والله ما قصر. بس طبعا ان انا اخلص الشقه كلها واصورها كان طبعا احفادي جم والدنيا هتتقلب تاني، فهي اللي لحقتها اوضه ابو اسلام. ايه رايكم؟ يلا حبايب قلبي، ما تحرمش منكم دايما يا رب واقفين جنبي وداعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.